مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ما جبت لكم صباغة. البنات اللي عندهم الشيب والشعر الابيض في وسط الراس نتاعهم عياو ما يديروا في الصباغات، وديما الشيب كينوض لك يا اختي في وسط الراس ديالك. بهاد الوصفة غادي تجربيها مرة في الاسبوع حتى جوج مرات في الاسبوع، ما داش ينوض معاك الشيب نهائيا. غادي يولي عندك الشعر اسود طويل ناعم رطب، وكتحيد لنا حتى البصيلات نتاع الراس نتاعنا وكتقوى لنا وكيعمروا لنا دوك الفراغات. كنتمنى اختي تجربي الوصفه، وما تنسينيش بابوني ولايك وتفعلي الجرس يوصلك كل جديد. ومرحبا بكم معايا وصفات ريان. الله نبداو على بركة الله. هنايا عندي القشور ديال البصله الحمراء يا البنات اللي كتدرق لنا الشيب وما كتخليهش ينوض معانا نهائيا. الا عندك الشعر الابيض في وسط الراس ديالك ما ينوضش بهاد الصباغه اللي كنصايب معاكم اليوم. عندي هنايا قشور الرمان اللي جداد ودابا بقيت الرمان يكونوا خضر ورطيين كيعطيونا اللون كتر وكتر، كيرطبوا لنا الشعر وكيحيوا لنا البصيلات وكيغطيو لنا حتى الشيب ما ينوضش معنا نهائيا. غادي نضيف عليهم معلقه ديال القهوه، القهوه اللي كتعطينا اللون وكتثبتو. غادي نضيف معلقه ديال الحنه، غادي نضيف معلقه ديال التاي او الشاي الاخضر اللي كيعطينا حتى هو اللون وكيثبتو معانا. غادي نديرها فوق البوطه نحرك معانا هاد الشيء ونرجع معاكم. خليوها تنحرق معانا بحال هكا، سينحرقوا لنا هاد المكونات. حتى هي كتنحرق وحنا كنخلطها. رائعه يا البنات هاد الصباغه للشيب، ما ينوضش معاك الشيب نهائيا، وكتقوي لنا حتى الشعر وكتحيي لنا البصيلات ديال الراس ديالنا. مجربه يا البنات، انا جربتها وطبقتها على الراس ديالي، عاد شاركتها معاكم، ما ناضليش الشيب نهائيا. كنتمنى غير تجربوها وتجربوا الطريقه كما هي، وراه غادي تنجح معكم ان شاء الله. لا يحاشم يا البنات. كنبغي ديما نحط لكم وصفات زوينين والجديد، شي حاجه اللي مجربه حتى كنجربها عاد كنطبقها معاكم. من بعد ما نحرق هاد الشيء غادي نجيب كاس ديال الماء ونضيفو بحال هكا، خليوها طيب مع هاد الماء يرجع لنا السيرو. ها هي من بعد ما طاب معانا حيدته، شوفوا كيفاش رجع معانا اللون. غادي نجيب كاسرونه نجيب صفايه شوفوا اللويه اللي خرج معانا، اللويه رائع. عندي البنات هنايا الحبه السوداء او السانوش اللي كيغطي لنا الشيب وكيرد لنا الشعر الاسود وكيغلظ لنا حتى الزغبه، كترجع لنا زغبه صحيه ما كتبقاش تقرض غير بوحدها، ما كيخلي لنا الشعر شاحت وناشف وديما يابس، كيرجع لنا الشعر رطب حريري. غادي نطحنها معاكم ونرجع.
شوفوا من بعد ما طحنتها ولات بحال هكا على شكل غبره. وغادي نجيب كاسرونه هاد السيرو وغادي نضيف فيه هاد الحبه السوداء او السانوج كيف كنتو معاكم. حاولوا اننا نخلطوه بحال هكا. وغادي نضيف معلقه ديال المايزينا او النشا الذره اللي كيرطب لنا الشعر ويخليه لنا حريري. غادي نديرها طيب على نار مهيله تتعقد معنا ونرجع معاكم. تتعقد معنا تتولي معنا الصباغه وعلى نار مهيله. حتى هي كتعقد وحنا كنستمروا في التخليط. هي من بعد ما حيدتها من فوق النار من فوق البوطه رجعت معنا بحال هكا الصباغه. غادي نجيب سلافه نخوي معاكم هاد الصباغه. شوفوا كيفاش رجعت معنا الصباغه باللون الاسود. عندي هنايا هاد الزيت اللي صايبته معكم البنات بالاعشاب. تقدري تضيفي اي زيت عندك موجود. انا غادي نضيف منه معلقه كبيره. تقدري تضيفي في بلاصتو زيت الزيتون او زيت اللوز. هنا هاد الزيت عندي كنت مصايبه بالاعشاب. خلطوها مزيان حتى يندمج لنا هاد الزيت مع هاد الصباغه. خلطوها مزيان. شوفوا كيفاش رجعت معانا بحال هكا. نطبقوها على الراس ديالنا من 3 السوايع حتى 4 السوايع ولا شعر نقي وناشف. ومن بعد ما نغسلوها وغادي تشوفوا اللون يا البنات. ديروها حتى المره في الاسبوع حتى لجوج المرات ما يبقاش ينوض معكم الشيب نهائيا. وكنتمنى الى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بابوني ولايك وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم معايا وصفات ريان.